الحاجة التانية بقى اللي هي شماتة الإخوة الزملكاوية والأخ ميدو وشغل أبو لمعة اللي بيعملوه. أنا معرفش أنتوا فرحانين على خيبة إيه؟ يعني الزمالك بالظبط عامل مع الأهلي زي ما يكون واحد في بكالوريوس اللي هو الأهلي وهم معاهم دبلوم تجارة بالظبط. واحد معاه دبلوم تجارة، بتاع دبلوم التجارة دوت اللي هو فاشل وما قدرش يخش جامعة. لما اللي في البكالوريوس دوت بيجيب ترم ولا حاجة بيقعد يرقص ويزيط وفرحان ويقول لك ده أنا لو كنت مكانه كنت كسرت الدنيا. تكسر الدنيا ايه لما انت اصلا مش جايب المجموع، ها، ومش قادر تحقق النتائج اللي تخليك تبقى في الجامعة. ادوني امارة على الزيطة اللي انتوا عاملينها دي. ده انتوا فريق حكايته على الله. فريق كان اخر مرة خد بطولة افريقيا 2002، ايام ما كان جرام الدهب ب 30 جنيه والدولار ب 5 جنيه. ايام ما كانت الكورة مربعة لسه ما بقتش مدورة، صح؟ فانا ما اعرفش انتوا جايبين المعركه الكدابه دي على ايه. وكل شويه الاخ ميدو يطلع يقول لك احنا لو كان الزمالك مكان الاهلي كان عمل ايه بالسكواد اللي هو ابو ثلاث تعريفه اللي عندكم. ده انتوا اقل من 12 مليون يورو دلوقتي بعد مشي سيزون عندكم. يعني انا عايز اسال سؤال، هيعمل ايه بشيكابالا اللي عنده 40 سنه اللي بينزل ينهج بعد 10 دقايق؟ هيعمل ايه بالحاج عبد الله السعيد اللي عنده برضه 40 سنه؟ هيعمل ايه بالاخ دونجا المعوق؟ هيعمل ايه بعواد اللي بيمسك الهوا؟ هيعمل ايه بالونش اللي هو من ساعه ما عمل الصليبي حكايته على الله رجله بتلف على بعضها؟ هيعمل ايه بسيف فاروق جعفر اللي هو تايه في وسط الملعب؟ هيعمل ايه بواحد زي احمد حمدي اللي كان عنده رباط صليبي وليه فلوس عندكم وفضحكم ومحاولين تحقيق؟ هيعمل ايه مع واحد عيل صغير زي مهاب ياسر؟ هيعمل ايه بمصطفى شلبي بتاع اللقطه وبتاع اللي ملوش اي 30 معنى؟ هيعمل ايه بسيدي نضاي اللي ما شفناهوش ولا نعرفه؟ هيعمل ايه بحسام اشرف الناشئ؟ دي فرقه الزمالك، دي سكواد الزمالك. هتلعبوا مين وتعملوا ايه؟ انتوا عالم كدابه، انتوا عالم ضايعه. اتكسفوا على دمكم، شوفوا حجمكم عامل ازاي. الاهلي لو اتغلب فهو اتغلب في بطوله عالميه مع الصفوه، مع ليفل وحش. انتوا بتتغلبوا من بتروجيت وبتتغلبوا من سيراميكا وبتتغلبوا من بيراميدز، بتتغلبوا من طوب الارض في الدوري. طلعتوا من نادي مجهول الهويه جنوب افريقيا في الكونفدراليه. انتوا بتنسوا تاريخكم. ده انتوا ضايعين، ده انتوا حكايتكم على الله. ارفع ايدك، الاهلي وسيدك على الحلو والمر يا اهلي، وربنا ينصرنا دائما. وفعلا الواحد فخور ان هو اهلاوي، وبيبان قد ايه الناس حاسه بالدونيه امام الاهلي بجبروته وبعظمته وبقوته. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.